مصادر موثوق منها قالت إن الولد ده هيكون وِش السعد عليكم يا قرية منتنة. ما تعرفش يعني إيه سعد في حياتها أصلًا. كان يا مكان في قديم الزمان وفي مملكة بعيدة عاش ملك جشع وظالم حياة سعيدة، لحد ما في يوم من الأيام في بيت مزارع بسيط مراته الحامل في 9 شهور رقعت بالصوت وجريوا بيها على الداية. في اليوم ده أسرة المزارع الصغيرة كبرت نفر لما ربنا رزقهم بمولود ولد نونو صغير زي القمر نازل من بطن أمه عنده وحمة على قفاه ورا ودنه على شكل تاج ملك. والداية شافت المنظر ده من هنا وفطت نطت رقعت زغروطة جابت آخر المملكة. الراجل والست استغربوا رد فعلها جدا وما سألوها ليه قالت لهم إن الولد ابنهم ده مش بس هيكون قدم الخير عليهم وعلى كل اللي يقابله في حياته، ده هيكون قدم الخير على المملكة كلها نفر نفر، وأما يكبر شأنه هيكبر معاه بعد جوازه من أميرة بنت ملك. الراجل والست زغططوا طبعا ولكن تقريبا ما سمعوش في حياتهم عن حاجة اسمها داري على شمعتك تقيل، هما انطلقوا في الشارع اللي يجي في وشهم يقولوا له الخبر. هقدم لك ابننا. مصادر موثوق منها قالت ان الولد ده هيكون وش السعد عليكم يا قرية منتنة. ما تعرفش يعني ايه سعد في حياتها اصلا. المهم سافرت نبوءة الداية من شخص للتاني من قرية للتانية لحد ما وصلت لقصر الملك. في اليوم ده الملكة الحامل في 9 شهور رقعت بالصوت وجابوا لها الداية طبعا للملكة، وأسرة الملك كبرت نفر لما ربنا رزقهم بمولودة صغيرة بنت زي القمر. العروسة. هل هي دي العروسة؟ هنشوف. مالك سمع نبوءة الداية من هنا ولا اللي نزل عليه سهم الله. الراجل اتجنن ولسع وبقى ماشي يخبط كف في كف ويكلم نفسه في القصر. عشنا وشفنا ولاد الفلاحين بيتجوزوا الأميرات بنات الملوك. بنتي في مهان. أميرة في ميهان تتجوز ابن الفلاح؟ أهو ده اللي لا يمكن أبدا. يا دي المصيبة يا دي العار. وبقى كل اللي شاغل تفكير الملك الظالم الجشع إزاي يمنع ابن الفلاح وبنته اللي لسه مولودة من 5 دقايق إنهم يجيبوا له العار. ونبوءة بقى أو غيره الجوازة دي لا يمكن تتم. وعلى هذا اتنكر في زي تاجر غني جدا وخد في ايده شوالين من الذهب الخالص عيار 24. شوفوا دول يعملوا لهم كام دلوقتي. وخد كارتته وحصانه وانطلق على القرية. واما وصل عند بيت المزارع خبط على الباب فتحوا له ورحبوا بيه. وساعتها سألهم إذا كانوا مهتمين ببيع الولد الصغير. الولد الصغير ده عامل كام يعني؟ وإذا كان في منه ألوان تانية ولا هو ده اللون الوحيد؟ في منه 45 برقبة. في منه 45 بوحم. طبعا الراجل والست استغربوا وطلبوا التاجر جدا ورفضوه قالوا له ده لاست بيس. انت مش عارف ده مين ولا انت مجنون؟ ده وش السعد على المملكه. وساعتها عمل لهم فيلم هندي وقال لهم ان هو ومراته ربنا ادالهم كل حاجه في الدنيا الا الاطفال، انهم واقفين قاعدين نايمين صاحيين ما بيحلموش غير بطفل صغير يقول لهم يا بابا وماما. وبعد الحاح شديد جدا من الملك نجح في اقناع الزوجين ان عيشتهم القحط دي ما تناسبش الولد وانهم مش هيقدروا يوفروا له حياه كريمه وإنه أحسن حاجة للطفل إن هو يتبناه ويعيش معاه. للأسف نجح. ادوا له الولد الصغير ورفضوا الدهب. ما اعرفش ليه يعني. ما خلاص اديتوا له الواد يعني. انا ما اعرفش ليه الكاتب اهتم بوضع التفصيله دي في القصه. يعني حاسس ان انا ما كنتش هجادج يعني. we listen and we don't judge. كلنا عارفين الظروف عامله ازاي اليومين دول يعني. انتوا اصلا اديتوا له الواد وش السعد على المملكه كلها عشان ظروفكم اللي زي الزفت. يعني الحقيقة أنا بجادج دلوقتي إنهم ما خدوش الدهب يعني دول الواد وما خدوش الدهب. أكيد خافوا من أهل القرية ياكلوا وشهم بيقولوا اللي باعوا عيالهم أهو. مع إن كانوا ممكن ياخدوا الدهب يبيعوه ويروحوا يسكنوا في حتة تانية تجمع السادس ولا حاجة. بس هو اللي حصل هي قصة يعني أنتوا عارفين القصص. المهم الملك خد الولد وركب كاريتته وودع الزوجين وانطلق. والملك في طريقه لرحلة التخلص من الولد الصغير قامت عاصفة رهيبة فدخل بيه الغابة. وأما وصل لأقصى بقاع الغابة ظلاما وقف الكاريتا ونزل من عليها فك الحصان خد الحصان ومشي وساب الولد الصغير في الكاريتا لوحده لحيوانات الغابة المفترسة تنجز هي المهمة. في هذه الليلة الرعدية المطيرة الملك الظالم افتكر انه خدع القدر. في وسط الغابة ومش بعيد عن هنا وما بين صوت المطر والرعد راجل ومراته في كوخهم الصغير سمعوا بكاء الطفل. واما قاموا ومشيوا ورا الصوت وصلهم للعربية الصغيرة اللي فيها النونة وأول ما شافوه طاروا من فرح ولا كأنهم شافوا هدية من السماء. الراجل والست دول كانوا طيبين جدا وكان حلم حياتهم طفل صغير برضو يقول لهم بابا وماما.
فيش حد تقريبًا في المملكة دي بيخلّف غير المزارع ومراته، أمّا خلّفوا ادّوا الواد للتاني. المهم خدوا الولد الصغير وربّوه زي ابنهم بالضبط ويمكن أكتر كمان، وفاتت السنين والولد الصغير كبر وبقى شاب زي الورد، هنسميه سعد عشان ما نقعدش نقول الواد والشاب عشان إيه أنتم عارفينّي خُلقي ضيّق. في يوم من الأيام وسعد راكب حصانه بيتمخطر في الغابة قابله الحرس الملكي، واحد من الجنود قال له: "إحنا بندوّر على قرية مش عارف إيه كده هنا." وسأله إذا كان يعرف الطريق. طبعًا سعد كان ولد مدقدق كده وفهمان، فقال له: "آه طبعًا." شايف الشجرة المعوّقة الشجرة المعوّقة اللي هناك دي؟ خُش من جنبها شمال. وهو متعمّق في وصف الطريق للجندي كده، كان في جوز عينين عاملين خُرم في قفاه، من آخر صف الجنود على آخر حصان الملك. معقولة بعد السنين دي كلّها يبقى لسه عايش؟ وتاني ولد اللي نزل عليه سهم الله اتعفرت واتجنن ودمه فار وبقى يخبّط كَف في كَف، المملكة اللي ما وراناش فيها غير سعد فيه. سيب بقى أنا اللي ورايا واللي قدّامي وأقعد أنا بقى لسعد ده، أنت إيه يالا ما بتموتش، أنت عيل رزل، أنت مش طبيعي. أنت إزاي يعني إزاي نجا ده؟ المهم الملك قعد يفكّر في طريقة يخلص بيها من سعد المرّة دي نهائيًا، فنده له قال له: "تعالَ سيبك بقى إيه، سيبك من اللي في إيدك بلا القرية بلا بلا القرية بلا بتاع، تعالَ أنا عندي ليك مهمة، مهمة جدًا." وقام مطلّع ورقة كاتب فيها حاجة حاططها في ظرف وادّاها لسعد، قال له: "دي رسالة ملكية مهمة جدًا، عارف القصر فين؟ لازم توصّلها للملكة في أسرع وقت، وإن حصل مهمًا حصل حِسّك عينك تقرا الرسالة، فأنت هتعمل إيه والّا أقول تاني؟" سعد قال له: "تمام، عُلِم وينفذ يا جلالة الملك." وقام واخد بعضه ومنطلق في الطريق للقصر، وسعد على حصانه في طريقه للقصر من وسط الشجر طلع له تعبان ضخم جدًا، الحصان اتبرجل وسعد فقد السيطرة عليه وخده وجري بيه. فين وفين بقى على ما هدّاه كانوا وصلوا لنُص الغابة وتاهوا الحمد لله. بَص حواليه لقى الدنيا ابتدت تليل، فقرر إن هو يدوّر على مكان يحتموا فيه لحد النهار ويبقى يكمّل مهمته الصبح. أول حاجة لقوها في وشّهم كان كوخ صغير كده شكله غريب، نزل من على حصانه وراح خبّط على الباب. الباب فتح لقى في وشه باب تاني، راجل طول بعرض وأقرع ومكشّر وشكله مخيف. سأل سعد عايز إيه؟ قال له: "يعني لو مش هيضايقك أبات عندك النهارده والصبح وربنا من نجمة مش هتلاقيني، هتصحى مش هتلاقيني." الراجل قال له: "اتفضل." وأمّا سعد دخل لَف له وقال له: "من شكلك ما تعرفش أنا مين." فسعد قال له: "لأ إزاي طبعًا، وهل يخفى القمر؟ مش حضرتك الأستاذ عتريس بيه، أكبر حرامي في المملكة كلّها؟" ما حدش بيطيقه ولا حد بيحبه، الناس كلّها بتخاف منه، ما حدش بيتكلّم معاه خالص. بس الغريب إن كل الناس اللي بتقول عليك حرامي أمّا تسألهم سرق منّك إيه، ما حدش بيرد. وأنا على قد ما باحب الناس عارف إنّهم بيحبوا اللَّت والعجن، فما باصدّقش كل حاجة يقولوها. عتريس اتكيّف أوي من رَد سعد وخَد بعضه وراح يعمل لهم لقمة كده يقعدوا يتعشّوا ويتساهروا ويتكلّموا. وهُم بياكلوا سعد حكى له كل حاجة عن المهمة الرسمية الملكية اللي هو فيها، وعتريس استغرب جدًا ليه الملك ممكن يبعت رسالة مهمة أوي كده، ما ينفعش أي حد يقراها ولازم توصل للملكة في إيديها بنفسها مع عيل صغير لسه مقابله، في حاجة غلط في الموضوع. بعد ما خلّصوا أكل استنى سعد ينام وراح طلّع الجواب من شنطته، فتحه وقراه. مكتوب فيه إيه بقى؟ يرجى حبس حامل هذه الرسالة مدى الحياة في الحال، الإمضاء الملك. عتريس اتضايق جدًا من الرسالة، الواد شكله غلبان ومحترم وعلى نياته، والوحيد في الحياة تقريبًا اللي قعد يتكلم مع عتريس يعني. فقام مقطّع الرسالة ومطلّع ورقة كاتب فيها حاجة حاططها مكانها، قافل الظرف زي ما كان بالختم الملكي ومرجّعه في شنطة سعد. وراح نام. أمّا طلع النهار سعد شكر عتريس جدًا على ضيافته، وعتريس شكر سعد على صُحبته واتمنى له رحلة آمنة وانطلق في طريقه. وأمّا أخيرًا وصل المملكة طلب من الحرس إن هو يقابل الملكة لإنه حامل رسالة ملكية مهمة جدًا من الملك ولازم هي اللي تستلمها بنفسها. فعلًا دخل على الملكة سلّمها الظرف في إيديها، خدته فتحته وقرت الرسالة، قامت مزغرطة. يجب على حامل هذه الرسالة التزوج من الأميرة فيميهان الليلة قبل بكرة بموافقة الملك، الإمضاء الملك. الملكة طلبت حضور الأميرة، والأميرة اللي زي القمر بنتنا أمّا جات قالت لها: "إيه رأيِك أبوكِ جايب لِك عريس، موافقة والّا لأ؟" البنت خدته بصّة من فوق لتحت كده قالت لها: "آه تمام." شغال قشطة. هو الولد كان سمسم، والفرح اتعمل وفعلًا اتجوزوا، والملك مسافر عاشوا لهم يومين تبات ونبات لحد أمّا رجع. أمّا الملك رجع من سفره وسمع النبأ السعيد نزل عليه سهم الله تالت مرّة، اتلسع على الآخر وبقى يكلّم نَفْسه إيه العمل دلوقتي، ما يقدرش يسجنه ولا يعدمه. الواد اتجوّز البت والبت اتجوّزت الواد وخلاص. تاني يوم الملك طلب حضور سعد لوحده، فبيدخل على الملك يلاقيه بيعيط ومنهار، وأمّا يسأله في إيه، يقول له: "أنا هاقول لك على سر خطير، إيمان بنتي، بنت الحسب والنسب اللي أنت خدتها كده
بلوشي ملكه تستاهلها أصلًا، مهان عليها لعنة من يوم ما اتولدت، ما حدش يعرف عنها أي حاجة غيري، حتى أمها ما تعرفش إن في نهار سابع يوم من جوازها قلبها يُقف وتموت. سعد هيتصدم من الخبر، وأمّا يسأل الملك عن حل اللعنة دي هيقول له إن الحل الوحيد لكسر اللعنة دي هُم 3 شعرات دهبي من راس عفريت. إيه العفريت الأمور ده؟ ده عفريت أشقر؟ من الواضح إن العفريت أبو 3 شعرات دهبي ده وحش متعارف عليه في المملكة عندهم، ومواجهته كانت بمثابة حكم إعدام على سعد، وبهذه الطريقة يكون الملك خلص منه المرة دي للأبد. سعد طبعًا هيوعد الملك إنه يعمل كل ما بوسعه لإنقاذ حياة فيميهان، وهيعرف منه طريق العفريت وياخد حصانه وينطلق. في رحلة سعد لإنقاذ فيميهان هيوصل عند قرية كده بابها مقفول، فينزل من عن حصانه ويروح يخبط على الباب. ما أعرفش قرية إيه دي اللي ببوابة وبواب، بس أهو دي القصة. حارس القرية هيفتح له، سعد طلب منه لو ممكن يعدي، والبواب قال له إن أنا ممكن أعديك بس بشرط إحنا النافورة بتاعة العمدة بتاعتنا اللي كانت بتطلع نبيت 24/7 القرية كلها كانت متدرمغة 24/7 اتسدت، وحتى المَيّة ما بقتش تطلّع. ما تعرفش يا أخويا إيه اللي صدّقها؟ قُلنا إن سعد واد فهلاوي ومدقدق كده، فهيقول له أعرف طبعًا، بس هو في تفصيلة صغيرة جدًا. أنا دلوقتي في مهمة غاية في الأهمية، أي حد بيسألني أي سؤال قبل ما أتم المهمة دي للأسف بيتسخط معزة. مش مصدقني تقدر تسأل عم عبده بتاع الكشك اللي قبلكم ده، لو بتفهم اللغة المعيزي، عشان عم عبده في غاية البرسيم دلوقتي. فكّرني كده، كنت بتسأل على إيه؟ كان في حاجة كنت عايز تسأل عليها؟ الراجل طبعًا وشه جاب ألوان، قال له: "لأ يعني إنه عادي يعني it's okay ممكن تروح وأنت جاي يعني إن شاء الله عنهم ما سكروا النهارده." مش ما حبكتش يعني، قيس مهمتك براحتك خالص وأنت جاي يعني الدنيا ما مطرتش. ما حبكتش يعني نبيت النهارده. مش هيموتوا حضرتك راجع نتكلم عادي. المهم سعد هيشكر الحارس ويعدّي، ما فيش حاجة بسيطة، هيوصل عند قرية تانية بابها مقفول، يخبّط على الباب يفتح له حارس، يستأذنه إذا كان ممكن يعدّي، الحارس هيقول له أنا ممكن أعدّيك بس بشرط، شجرة العمدة بتاعتنا كانت بتطرح تفاح دهبي ياما، دلوقتي حتى الورق ما بتطلّعوش. ما تعرفش يا أخويا إيه اللي حصل لها؟ سعد هيقول له نفس البوكين، الراجل هيتخض، اتفضل يا باشا، إيه يعني؟ إيه اللي جرى في الدنيا يعني قعدنا يومين من غير تفاح دهبي. it's fine في البيت بيتك وأنت راجع نتكلم. بعد هيشكره ويعدّي ويوصل عند آخر عائق في رحلته، بحيرة. هيبُص حواليه هيلاقي راجل بمعدية صغيرة كده، هيروح يطلب منه يعدّيه. يقول له: "أنا ممكن أعدّيك بس أنا عندي سؤال، أنا عِشت عمري كله شغّال على المعدية دي أودّي ناس وأجيب في ناس، ليه أنا ما أعرفش؟ كل يوم أقول هابطّل وما بابطّلش، ما تعرفش ليه؟" سعد هيقول له نفس البُقين، وده بقى الوحيد اللي مش هيتخض. هو هيقعد دقيقة كده بيفكّر، هل إنه يكمّل بقية اللي فاضل من حياته شغّال على المعدية دي بيودّي ناس ويجيب في ناس، plus اللي already فات من حياته شغّال على المعدية دي بيودّي ناس ويجيب في ناس، أحسن والّا معزة أحسن؟ في الآخر هيتوصّل لإن شغّال على المعدية يودّي ناس ويجيب في ناس أحسن من معزة، فهياخد سعد يودّيه البر التاني. سعد هيشكره ويكمّل في طريقه. أمّا يوصل عند الكهف اللي المفروض عايش فيه العفريت أبو 3 شعرات دهبي، هيلاقي واحدة سِت عجوزة كده شكلها مخيف جدًا واقفة تحت شجرة عمّالة تهِز فيها. هياخد خطوتين كده يروح وراها الست اتفزعت واتخضت، قعدت تقول له: "والله العظيم، والله العظيم أقسم بالله أنا كنت باسرق والله العظيم آخر مرّة أقسم بالله ما هاخد من المانجا تاني، أنا ما أعرفش المانجا دي جات في حجري إزاي، أنا المانجا دي جات في جيبي إزاي، والله العظيم ما أعرف، والله ما خدت مانجا يا بيه." ده كانوا واقعين في الأرض أنا كنت بارجّعهم فوق. وهي بتتكلم بقى كده بتلف تبُص وراها، أول ما هتشوف سعد تقوم تافة عليه. يا عم عن أبو شكلك افتكرتك العفريت ابن بنت بنتي، إيه عايز إيه أنت؟ إحنا جيت لنا من أنهي مصيبة؟ العفريت أبو 3 شعرات دهبي ابن بنتها دي سيرته. المهم الست المخيفة الغريبة دي هتقول له تعالَ وتاخده ويدخلوا الكهف. قعد حكى لها قصته كلها بقى وفيميهان واللعنة والملك والبتاع، أول ما خلّص كلام اتفرشت على الأرض من الضحك، بقى مصدق الفيلم الهندي اللي الملك عمله عليه ده، فيميهان بقى واللعنة بقى وال3 شعرات يحلوها وكده. أنتِ صدّقتِ الكلام ده. هُم لسه بيتكلموا كده وهيسمعوا صوت زئير ودبدبة جاي عليهم، تقول له: "بس صبرت ونُلت." أنت جاي عشان إيه؟ مش عشان العفريت؟ ده هينفخك. أنا هاخلّيك هنا بقى كده، شوف دلوقتي هيعمل فيك إيه ابن بنتي. اتشاهد، اتشاهد، اتشاهد أنت واقف كده اتشاهد، هتصاحبني نتسامر مع بعض، أنت والملك الخُلَل بتاعك اتشاهد بس كده وأنت واقف. سعد هيقول لها: "ما فيش مشكلة." بس برضه أعتقد إيه، ما فيش مانع إن أنا قبل ما يخلّص عليّا يعني أقول له إن أنتِ كنتِ بتسرقي من المانجا اللي برّه. ونشوف بقى إيه، ونشوف بقى قوله بقى في الموضوع ده. هيلاقيني يا ابن اللئيمة اعمل معاها deal إنه ما يجيبش سيرة للعفريت أبو 3 شعرات دهبي إن هو شافها بتسرق مانجا من الشجرة اللي برّه، وفي المقابل إن هي تجيب له ال3 شعرات وحل ال3 فوازير.
تسخطوا نملة تحطه في جيبها، عفريت هيدخل من برّه متزربن وشكله تعبان، يومه كان طويل الله يكون في عونه يعني، هيدخل على أوضته على طول يسطّح في السرير وينام، والولية استنته راح في النوم، راحت قعدت جنبه في السرير وقامت ناتشة أول شعراية، نقوم إيه يا ستي، إيه يا ستي في إيه يا ستي؟ كابوس، إيه كابوس؟ كابوس صعب أوي، كابوس مش لا يُطاق، كنت في قرية اسمها أبصرين أبصرين مش فاكرة، كان عندهم إيه زي نافورة كده بتطلّع نبيذ، اتسدِّت، ما تعرفش يا أخويا تفسيره إيه؟ ما الواحدة تحلم بحاجة زي كده، عفريت هيقول لها النافورة دي ضفدعة معششة في قلبها نهشوها تشتغل وطلعي من دماغي أبوس إيدي، مش وقته، والست شكرته ورجع استنيته 5 دقايق بالضبط راح في النوم وقام شادة الشعرية التانية، صحي، هي ليلة مش فايتة شكلِك ما خدتيش الدوا النهارده، في إيه يا ستي؟ وادي خير يا ستي، خير، كابوس، يا لهوي! حلمت بكابوس تاني، كابوس صعب أوي، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. حلمت إني في قرية الناس كانت فرحانة أوي عندهم شجرة عمّالة تطرح تفاح، وجات مرة واحدة حتى الورقة ما بقتش تطلّعه، الناس فضلوا يعيطوا ويقولوا لي: "أنتِ السبب يا بومة يا بنت معناها إيه يعني أمّا الواحدة تحلم بحاجة زي كده يبقى معناها إيه، تفسيره إيه الحلم ده؟ لو ما قُلت لِك هتزعلي، هارُد عليكِ إزاي أنتِ سِتّي برضه، في جحر فيران شغال جَزّ في جذور الشجرة دي، خلّيهم بس يهشّوهم وهي ترجع تطرح تفاح تاني. ممكن أنام بقى أقول لِك على حاجة، التالتة أهي، روحي يا ستّي أنا عارف هتستنيني أنام وتيجي تنتفيها، خديها يا ستّي، الست تقول له: "خلاص يا حبيبي حقك عليَّ، آسفة والله العظيم." امبارح ما أنت بايت برّه من امبارح خير اللهم اجعله فيها، نمت الراجل بتاع المعدية بيجري ورايا بتاع المعدية اللي على الإم اللي عند بيت أم منى بيجري ورايا وعمّال يسألني أبطّل الشغلانة الزفت دي إزاي، وأنا والله العظيم ما أعرف ومش عارف أقول له إيه كده وقعدت أصوّت، أصوّت، كان حلم صعب أوي معناه إيه ده؟ اللهم طوّلِك يا روحي. بُصّي يا ستّي، المجداب بتاع الراجل بتاع المعدية ملعون، اللي يمسكه يجدف للأبد، حل اللعنة يديه لحد هتمسك في الجديد وهو يبقى حُر، وأنا أبقى حُر؟ وأنتِ بتبقي حُرة وأنام، أبوس إيدِك أنام، والله العظيم عفريت غلبان أقسم بالله، حاسّه أطيب واحد في القصة دي، تزهق تشكر العفريت وتسيبه أخيرًا يرجع يكمّل نومه وتطلع برّه تطلّع سعد من جيبها وترجّعه بني آدم تاني، تدّي له ال3 شعرات وتقول له معاك حل ل3 فوازير، ورّينا بقى إيه عرض كتافك كده، يالّا وما تجيش هنا تاني، سعد هيشكرها جدًا ويرجع للراجل بتاع المعدية يقول له عرفت لك حل مشكلتك بس عدّيني الأول، فعلًا الراجل هيعدّيه وساعتها سعد هيقول له إن المجداف ملعون اللي ماسكه لازم يجدف بيه بقية حياته للأبد على المعدية دي، الحل الوحيد إنك تجيب لي حد بيه وساعتها هاقاطعك، فيشكره ويمشي، يوصل عند تاني قرية يقول له عرفت لكم حل المشكلة بس عدّيني الأول، بعد أمّا يعدّي هيلف للحارس ويقول له في أسرة فيران بتتغذى على جذور الشجرة، هشّوهم والشجرة ترجع تطرح تفاح دهبي تاني، الراجل هيشكره يروح يهش الفيران في نفس اللحظة الشجرة هتقوم مطلّعة تفاح دهبي من كل حتة الناس هتزقطط. ومعبيين له 4 شُقلة حلوين كده ويدّوهم له شكرًا على مساعدته ليهم، هيودّعهم وينطلق، يوصل عند القرية اللي قبلها، يقول للحارس عرفت لك حل المشكلة بس عدّيني الأول، بعد أمّا يعدّي هيقول للحارس إن في قلب النافورة عندكم ضفدع بس إيه مبقلش شوية، هو اللي سادد العصير، هشّوه ترجع تطلّع نبيذ تاني، الحارس هياخد عصاية يروح يهش الضفدعة في نفس اللحظة تقوم النافورة مطلّعة نبيذ تاني، الناس تزعق، party بقى، ويقوموا معبيين لسعد 4 شُوال دهب حلوين كده ويدّوهم له شكرًا على مساعدته ليهم. هيحمّلهم على الحصان مع ال4 أخواتهم ويرجع على قصر الملك، كده بقى معاه كام شوال؟ 8 ثروة، الملك هيشوف ده داخل عليه ب8 شوالة دهب من هنا، الريالة بقى بتنزل كده، أهلًا دقوا الأبواق إيه يا سعودة، إيه كل ده؟ سعد هيقول له أنا جبت ال3 شعرات الدهبي بتوع العفريت، طمّني بس فيميهان عاملة إيه؟ فيميهان إيه؟ فيميهان زي الفل جوّه، فيميهان إيه وبتاع إيه؟ سيبك من فيميهان دلوقتي، فيميهان يعني هتروح فين؟ أنت جايب الدهب ده منين؟ سعد هيقول له ده أنا رُحت مكان دهب بيطرح من الأرض كده، أنت هتطلع تمشي في الطريق ده، هتعدّي أول قرية، تاني قرية، توصل عند بحيرة، هتلاقي معديّة كده قاعد فيها راجل غلبان، خُد منّه المجداف خُد منّه المجداف، عدّي الناحية التانية تلاقي الدهب على الشجر، الدهب المَيّة فيها دهب، وطبعًا الملك الجشع قبل ما سعد يبلع ريقه كان على حصانه ومنطلق في الطريق، راح عند الراجل بتاع المعدية قال له هات، خَد منّه المجداف، التاني طبعًا إيه أيوه، وسعد رجع لفيميان حبيبة القلب عاش معاها في تبات ونبات، والملك غالبًا لسه لحد دلوقتي بيجدف، وتوتة خلصت الحدوتة وباي.